السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. قبل ما نبدأ فيديو النهارده ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهارده كده جاي لكم بطريقة البسبوسة، ان شاء الله هتعجبكم وهتطلع تحفة معاكم. يلا كده نشوف المقادير. معانا كده كوباية لبن صغيرة، ومعانا علبة زبادي، ومعانا معلقتين سمنة او زبدة، ومعانا كيس البسبوسة ده هتلاقيه في اي سوبر ماركت، هتقولوا له عايزة كيس بسبوسة هيديهولك. ومعانا كده 50 جرام من البيكنج باودر و30 جرام من الفانيليا. تعالي كده نشوف الطريقة. نجيب كده طبق غويط وهننزل بيه بمعلقتين السمنة، انا عايزاهم بدرجة حرارة الغرفة، ولا هي اللي سايحة قوي ولا هي اللي مجمدة. تمام. وهننزل كده بكوباية من الزبادي. انزلي بقى حطي لايك عشان تشجعني انزلك فيديوهات اكتر واكتر، ولو الوصفة عجبتك ما تنسينيش في كومنت جميل منك، هتشجعيني ورأيك بيهمني جدا. احنا كده هنكمل بقية الوصفة. هنحط كده معلقة من البيكنج باودر، حوالي 50 جرام، يعني معلقة صغيرة، ونفس المعلقة نص معلقة من الفانيليا. تمام. وهننزل بكوباية اللبن، وهنقلب السوائل كلها كويس. هنقلب السوائل كده كويس. اكتبي لي في الكومنتات حابة اجرب لك ايه. اكتبي لي كده طريق الوصفة اللي انت عايزة تعمليها، وانا ان شاء الله هعملها لك في الفيديو اللي بعديه. تحت امركم في اي حاجة انتوا تأمروا بس. هننزل كده بكيس البسبوسة، هو حوالي 450 جرام، يعني نص كيلو الا معلقتين يعني. هنقلبه كويس. ندخل السوائل كلها في البسبوسة. اقلب وارجع لكم اهي كده بعد ما قلبته كويس. هنجيب كده صينية مقاس 26، وهندهنها كده بمعلقة سمنة صغيرة ونص معلقة زيت. تمام. ادهنها كويس. وهننزل بالبسبوسة في الصينية ونخبطها كده على الرخام علشان تبقى بسوا واحد. هقولكوا بقى على السيرم بتاعنا اللي هو الشربات. احنا هنجيب كوباية ونص من المية وكوباية ونص من السكر، وهنسيبه على النار يغلي، وقبل ما تنزليه من على النار تحطي له رشة فانيليا. تمام. احنا مش عايزين الشربات بتاعنا يتقل خالص، لا انا عايزاه يعني هي غلوتين يبقى عادي كده يعني. تمام. انا حطيتها في الفرن كده على درجة حرارة 200. بعد ما اتحمرت من على الحروف شغلت عليها الشواية مفيش 3 دقايق وطفيت عليها. اول ما تطلع من الفرن على طول هتنزلي بالشربات يكون دافي. تمام. الشربات يكون دافي والبسبوسة على طول طالعة من على النار. تمام. نسقيها كويس. هي خدت الشربات كله، اللي هي كوباية ونص من السكر وكوباية ونص من المية. انا قطعتها وهي سخنة عشان كده لما هتهدى شوية معاكم هتطلع الخلطة بخلطة. تمام. وتشرب من الشربات. بصوا الشربات لسه ما تشربتهوش، انا طلعتها سخنة، قطعتها سخنة على طول عشان اوريها لحضراتكم. رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.